والعقيدة كما لا يخفى عليكم هي أساس الدين، وهي المعول عليه في كل شيء، وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فبين له أول ما بدأ في البيان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذا تعين وجوب الاهتمام والعناية بدراسة مواضيعها وما سطره العلماء في أبوابها، ليكتسب المرء المسلم عقيدة صحيحة صلبة متينة ليسلم له دينه ويصح له إسلامه، بخلاف لو جهلها الإنسان وقصر أو فرط في تعلمها فإن ذلك يورثه خللا واضطرابا في دينه، وهذا الأمر مجرب ومشاهد. من صح إيمانه وقوي إيمانه وسلمت عقيدته أفلح في جميع أموره، ومن وقع له الخلل في العقيدة وفي الإيمان صار مضطربا في حياته، وربما يكون ضحية الحيرة ولا يدري ماذا يفعل في حياته وبما يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العلماء قديما وحديثا يهتمون بدراسة وتدريس العقيدة لطلابهم، لا يفترون عن بيان العقيدة والتأكيد عليها في المناسبات، في الدروس، في الخطب، وفي المواعظ، بل كان يرويها المتأخر عن المتقدم،